طالما احنا مش هنستفاد من اللعيبة بتاعتنا اللي هي اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المصري او في الناشئين او في الكلام ده، مش هنستفاد بيهم في الفريق الاول، سواء نادي اهلي او نادي زمالك او نادي بيراميدز او نادي اسماعيلي. احنا مش هنستفاد او مش هنعتمد عليهم اطلاقا. فليه لا نسهل عملية خروجهم للاحتراف بره ببلاش؟ ببلاش. دي لوحديها كريدت للنادي اللي هيطلعهم، وكريدت للفريق، وكريدت للدولة، لمصر، منتخب مصر. إذا كنتم عايزين مصلحة منتخب مصر، يبقى الفريق اللي هو مش عايز اللعيبة دي تلعب في صفوفه يطلع اللعيبة إعاشات وإعارات في الأندية الأوروبية، ياخدوا خبرة في اللعب في الدوريات الأوروبية، وفي نفس الوقت هيفيدوك أنت، لأن أنت هتاخد من وراهم عائد. وتالت حاجة إنك يعني هتفيد المنتخب المصري، إن اللعيبة دي هترجع المنتخب وهي نجوم حقيقية، وهتشيل المنتخب على كتفه، وهيشيلوا المنتخب المصري على كتفهم يعني. وهنحصد البطولات. يعني لاعب زي محمد عبد الله ده، انت جاله الهافر الفرنسي، طب ما سبتوش يمشي ليه؟ سؤال منطقي. طب ما بيلعبش اساسي ليه؟ سؤال منطقي. طب ليه ده وليه ده؟ انتوا مجانين يا جدعان، والله العظيم انا حاسس ان اللي بيدير الكرة مجنون.